قبل ما نبتدي كده يا صديقي، عايز اعرفك ان الانمي ده مش عادي. صدقني هتلاقي حاجة كده من اللي قلبك يحبها. فيلا من غير مقدمات كتير نبدأ الحكاية. بتبتدي قصتنا مع ولد انطوائي جدا فوق ما تتخيل، اسمه كوجو. ما بيكونش ليه اصحاب خالص غير جده اللي شغال في صنع العرايس، ومفيش مشكلة يعني لو طبخوا مع بعض. وبيفطر هو وجده، بيقوله ما شفتش حد من صحابك يعني كده. بيقوله صحابي كلهم مشغولين وكده. جده بيقوله تمام ماشي. بعدين بينطلق علشان يروح المدرسة. جده بيقوله يبقى خلي بالك من نفسك. بيركب المترو وبيوصل، وسط ما هو ماشي ومكتئب زي عادته، فجأة شخص بيطير عليه مفكره صاحبه. لما بيبص في وشه بيعتذر منه وبيمشي على طول. وبنشوفه قاعد في حيرة. هو بيقول انا ليه ما بقاش شخص اجتماعي، وحتى انا معرفش افتح مواضيع مع حد، انا ليه فاشل كده في الحاجات دي. وسط ما كان في الدوخة بتاعته دي، إذ فجأة بنت طايرة هتقع عليه، ولكن بتتخبط في راسها. بتصوت بصوت عالي. بعدها بتقوم وبتعتذر منه. بتقوله بعدها انت كويس؟ بيقولها ايوه. بتمسك ايده بتقوله ايه الجرح ده؟ الواد طبعا زي ما احنا عارفين ملوش علاقة بأي حد، بيبقى نفسه الأرض تنشق وتبلع، لكن بيرد عليها وبيقول لها أنا بخير. بتقول له طيب تمام يا عم، وبتسيبه وتمشي. بعدين بيبص عليها وبيقول أنا نفسي أكون في نفس العالم اللي هي فيه، وإن هي دايما مع أصدقائها سعيدة. بعدين بينتهي اليوم وزميله بيقولوا له آسفين إن إحنا مش هنقدر نساعدك، ولكن المرة الجاية هنجيب لك حاجة تشربها. زمايل آخر خنزرة والله. والواد بيقول انا هتعب شوية النهاردة ولازم اشد حيلي شوية علشان اخلص بسرعة. بس فجأة الباب بيتفتح واذ مريم بتدخل. بيقول هتلاقيها ناسية حاجة، لكن هي بترتب معاه. بيبص عليها بتقوله في ايه؟ بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقوله بنضف. وبتسأله هو مفيش حد غيرك هنا يعني؟ بيقول لها انهم روحوا علشان قالوا لي ان وراهم اعمال ومش هيقدر يتأخروا عنها. بتقوله بعدها انت مش حاسس ان هم بيستغلوك؟ بيقف كده الوهلة. بيقول لها فعلا بس عادي. بتقول له انت مش لازم توافق على كل حاجة، خلي نفسك عزيزة عليك شوية، وطالما انت مش عايز تعمل الحاجة قولهم انك مش هتعملها. وفعلا بيقدر كلامها وبيكون شغال وبيتجرح. وجده بيوصل بيقول له اصبر علشان نعمل الجرح، وبيفكر في كلام مارين انه لازم يقول اللي جواه. بعدين جده بيجي بيقول له ان مكنة الخياطة باظت. جده بيقول له طيب استريح انت لحد ما اجيب لك مكنة. وبيقول يا ريتني حتى وقفت عند مكان مناسب. لكن بعدين بتجيله فكرة. بنشوفه في غرفة الخياطة بتاعة المدرسة بيخيط عليها وبيكون فرحان بيها لان الشغل عليها سهل وسريع جدا. وبيقول انا كده هشتغل بعد ما المدرسة تمشي علشان ما يضطرش انه يستخبى لما حد يجي يدخل عليه. وبيبقى فرحان. ولكن فكرك الحلو بيدوم يا صديقي. فجأة مارين بتخش عليه والاتنين بيصدموا. بيقوم عشان يشرح الموضوع. راس العروسة بتكون هتقع، لكن بيعمل حركة اكشن كده وبيلحقها. بعدين بيبص عليها ولسه بتكون ملامحها مخيفة كده. والتاني بيقول انا كده في مشكلة كبيرة ومستعد لاي عقاب من المدرسة. لكن بيحصل اللي ما كانش متوقع. البت بتكون مبهورة جدا بمهارته بالخياطة. بتقول انت بتعرف تشتغل عليها؟ بيقول لها ايوه، علشان عيلتي عندها محل لصنع الدمى. بتقول له وريني اللي في ايدك كده. بتشوفه وبتعجبها على الاخر خالص كده يا صديقي. بتقول انت اللي عملتها؟ بيقول لها ده جدي، انا ماهر بس في صنع الملابس بتاعتها بس. بتقول له انت بتعرف تعمل لبس؟ بيقول لها ايوه. بعدين البت بتخلع هدومها قدامه. بعدين بتوقف. بتقول له ينفع تلف وشك؟ والواد بيكون جاب ايرور من اللي هي بتعمله. بعدين بتقول له ممكن دلوقتي تبص عليا؟ الواد بيشوفها وهي بتقول له ايه رأيك فيا؟ الواد بيقول لها على ايه بالظبط؟ بتقول له بص كده في التليفون. بيشوفه. بتقول له بحاول اقلد الشخصية دي، فايه رأيك؟ الواد ما بيسميش. بيقعد يقول لها إيه مفيش شبه خالص من اللي في الصورة. ويا عين البت بتكون حزينة لانه مش حلو. وبيقعد يكمل فحص فيها وبيقول لها ناقصه حاجات كتير. بعد ما بيخلص البت بتبقى مفحومة من العياط. بيعتذر منها وهو قلقان كده.
وبتقوله عادي انا مش زعلانة ولكن انا عايزة اكون كوزبلاي. كوزبلاي ده يا صديقي هو عبارة عن انها بتقلد شخصيات الانمي في اللبس وما شابه ذلك يعني. المهم وبتقول زي ما انت شايف كده انا ما بعرفش اعمل اي حاجة، محتاجة حد يكون ماهر في الخياطة عشان يعمل لي كوزبلاي. بعدين بتروح وتمسك ايده وبتترجاه انه يعمل لها لبس كوزبلاي، وبتقوله لو انت مش عايز عادي. بتقوله انا مش هلاقي حد احسن من كده، والواد بيوافق فعلا وبيعرفها انه ما عملش لبس انسان قبل كده لكن هيحاول يعمل اللي هيقدر عليه. بتقوله انت وافقت كده صح، وبتطير من الفرحة وهي بتنادي باسم الشخصية صاحبة اللبس اللي هتقلده، وبيكون اسمها شيزوكو. والواد بيكون فرحان هو كمان، بيقول اخيرا لقيت حد في العالم بتاعي. الواد بيسألها بيقول لها شيزوكو دي شفتيها فين؟ بتقول له انت ما تعرفهاش. بتحكي له ان شيزوكو دي بطلة في العاب الفيديو، والواد بيقول انا ايه اللي خلاني اوافق، ولا هي شكلها بتضحك عليا؟ لكن بيبص لها بيلاقيها جادة تماما، وشكل الواد ندمان اشد الندم. بيقول لها مش اللعبة دي لها سن معين؟ بتقول له عادي. بيقول لها وانتوا ازاي بتشاهدوا؟ بتقول له ما الكل بيشاهد عادي. بعدين بيروحوا وهو نايم كده جده بيدخل بيقول له انت هتنام دلوقتي؟ غريبة دي. بيقول له انا هروح اشتري ماكينة الخياطة بكرة. والواد بيكون سارح في كلام مارين لما كلمته. بيجي اليوم اللي بعده بيفتح الباب واذ مارين قدام، والواد بيتوتر جامد. بيقول لها انت عرفت منين؟ بتقول له بحثت عن المحل ووصلت ليه. شكلها كانت شغالة مع المحقق كونان دي ولا ايه؟ المهم بتقول له ايه هنفضل واقفين على الباب كده؟ لسه هيتكلم بتدخل هي وبتقول له يلا نحضر الاكله دي. بعدين بتشوف الغرفه الخاصه بيه، بتقول له اهتم بالتنظيم شويه، وبتدخل وبتفضل تستكشف وصاحبنا غرقان ميه من التوتر. بيقول انا لازم اهدى كده وامسك نفسي، والواد فعلا بيعمل كده. بعدها بيفوق منها بتقول له ايه احنا مش هنبدا ولا ايه؟ بيقول له احنا هنعمل ايه؟ بتقول له هناخد المقاس عشان نعرف نجيب القماش عليه. بص يا صديقي اهم حاجة في فيديونا ده انك تظبط النية علشان هنحتاجها كتير في الملخص ده. يلا نكمل. بيقولها ما ننفعش نخلي حد تاني يعمل كده علشان لازم تكون بلبسك الداخلي. بتقوله ما انا عملت حسابي جيت بلبس المصيف، وطبعا زي ما احنا عارفين ما بيكونش فارق كتير. البت بتفك القميص وصاحبنا بيخبي وشه. محترم يا ابني والله. بعدين بتقوله يلا بينا. الواد بيتحجر مكانه، بتقرب منه والواد بيصوت بيقول هو ايه اللي بيحصل ده، وهي بتستغرب لكن بتتفاهم موقفه. بتقف وبعدها بيتشجع كده بيقول لها هبدأ بمقاس راسك. بيقرب وايديه بتترعش حرفيا. بيبدأ بالقياس لسه هيعرف المقاس. البت بتفتح عينيها وهو بيترمي على الارض. من هنا بتطمن عليه وبيطلع لسه عايش. بيقوم لكن بيدي لنفسه صفعة على وشه زي ما انت كده شايفها، وبيجد المرة دي وبياخد المقاسات وبيخلص وبتلبس هدومها. بيقول لها عايز اعرف شوية عن شخصية شيزوكو. بتقول له صح انا مجهزة لك مفاجأة، جبت لك اللعبة معايا. بياخدها وبيقول لها تمام كده. بيقعد يتفرج على اللعبة وجده بيجي وبيكون متفاجئ. بيقول له العشاء جاهز، والواد بيقول له طيب تمام. وجده بيقول له انا جبت مكنة الخياطة الجديدة. بعدها بيقفل الباب وبيبقى قلقان عليه لكن هو ما يعرفش ايه اللي فيها. المهم ده بيكون الملخص الاول كده يا صديقي. فلو عجبك يعني ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تشوف بقى القصة لانها هتولع حرفيا من الاحداث اللي هتحصل. وطالب منك طلب اخير انك تقيم جودة الصوت من 10. مع السلام. سلام.